لكن مشكلة مريض السرطان زيه زي أي مرض مزمن، السكر، الضغط بيستمر على العلاج طول عمره. فمريض السرطان زيه زي الحاجات دي في إيه؟ في إن هو مريض مزمن، مرض مزمن بيكمل عليه بقية حياته. دكتور محمد، اهلا بيك معانا في بودكاست في العيادة. أهلا بيك يا أستاذ محمد. انا بحب الجراحين الهاديين كده، بحب الجراحة عموما، يعني لو كنت هبقى دكتور كنت هبقى جراح. ما انصحكش الصراحة يعني. الاسترس والضغط العصبي اللي بتشوفه في قصة الجراحة العامة ما انصحش أي حد بيه طب ما الصراحة. تعرفنا بيك الاول. أنا دكتور محمد حلمي شلبي، استشاري الجراحة العامة. اتخرجت سنة 2006. بعدها اشتغلت طبيب مقيم ثالث في مستشفى الطلبة جامعة المنوفية، وانتدبت منها انتداب كامل للعمل في مستشفيات الجامعة اسم الجراحة. حصلت على الماجستير في سنة 2012. في 2018 حصلت على درجة دكتوراه في الجراحة العامة، تخصص دقيق جراحة الأورام. وبعدها رجعت المكاني الأصلي اللي أنا شغال فيه حاليا، استشاري جراحة عامة في مستشفى الطلبة جامعة المنوفية. ممتاز، رحلة عظيمة. الله يكرمك. هسألك بقى في التخصص الدقيق، احنا بنعمل جراحات اورام زي ايه مثلا؟ بص، جراحة الأورام دي كلمة كبيرة قوي. فأي حد ممكن يقولك أنا بشتغل جراحة أورام وبتاع. بس جراحة الأورام دي بتشمل حاجات كتير. أنا بحب فيها حاجات معينة، وفي حاجات أنا ما تخصصش فيها قوي. بالترتيب كده لو هرتبهم لك، أنا بحب جراحات الغدة الدرقية في الأورام جدا، بحب جراحات الثدي في الأورام والقولون. لكن في حاجات تانية كتير قوي أنا بعرف أعملها. جراحات الجهاز الهضمي الخاصة بالأورام، جراحات الأنسجة الرخوة الخاصة بالأورام، جراحات الشرج والمستقيم الخاصة بالأورام، جراحات المبايض والرحم، وجراحات الجهاز التناسلي، وجراحات المسالك. كل الحاجات دي بعملها، بس زي ما انا قلت لك بالترتيب كده. في حاجات او عمليات بتبقى مفضله لينا، او بنبقى مستريحين، او بالبلدي كده زي ما بقول لك ايدينا ماشيه فيها كتير. جراحه الغده الدرقيه، الثدي والقولون، بالترتيب كده. طب خلينا ابدا معاك بالاورام الاكثر انتشارا، يعني انا بستغل ان انا معايا دكتور اورام، عايز اعرف منك ايه اكتر الاورام اللي انت بتقابلها في الجراحات. ما عادش في حاجه حاليا اشوفها وما اشوفهاش، عشان ما اضحكش عليك. النادر بقيت بشوفه كتير دلوقتي للاسف. للاسف حاليا يعني. بس اكتر حاجتين وبيقابلني في سن غير السن اللي انا متعود عليه، جراحه الثدي والقولون. خليني اسالك الاول، ايه السن اللي انت متعود عليه وبدا يخرج عن النطاق يعني؟ يعني سن جراحات الثدي مثلا، او سرطان الثدي اللي كانوا الناس متعرف عليه زمان لما الست تبتدي تكسر ال40 سنه. دلوقتي بنشوف ناس عندهم 20 19. ونفس القصه تنطبق على القولون ده كنا بنتكلم في 50 و60 سنه. دلوقتي لا، في ناس عندها 16 و17 و18 سنه بيجي لهم سرطان في القولون. طيب انا جراحات الثدي في حاله انتشار منها فعلا، يعني اشوف لها مبادرات كتير وطرق مكافحه كتير. احنا عايزين نعرف اسباب انتشار النوع ده من الاورام ايه؟ غير المبادرات اللي انت بتقولها اللي بدأت ترصد وتعرف الإحصاء بالظبط. يعني زمان ما كانش فيه القصة دي قوي، كان النسب ما تبقاش معروفة قوي عندنا هنا في مصر. لكن دلوقتي المبادرات دي وصلتنا لدرجة ان احنا نعرف الاستاتستيك او الإحصاء الحقيقية بتاعة الورم نفسه. طيب الحاجة التانية، العوامل بقى البيئية اللي بدأت تظهر. يعني احنا عندي جين موجود مسبب لأي ورم، ده موجود كامن في مكانه. كان زمان مثلا زي ما انا قلت لك كده بيظهر عند سن 40 50 سنة. دلوقتي الجين ده بيتعرض لعوامل مساعدة تانية تخليه يتجنن بالبلدي كده بدري. فلما يتجنن بدري يبتدي يظهر في سن جديد. يعني الجين موجود نايم في مكانه على الخلية، يجيله شوية علاج من بره، اضطرابات هرمونية تحصل في جراحات الثدي. ست تاخد الإقراص بتاعت منع الحمل، تاخدها لمدة طويلة معينة. ست مثلا مدخنة، ست بتاكل نوع أكل معين متعودة عليه، ده كله يخلي الجين اللي موجود يخلي الخلية تتغير من خلية طبيعية إلى خلية مسرطنة. طيب هل بقى في الحالات اللي زي دي، هل الاستئصال هو الحل الوحيد؟ الاستئصال مش هو الحل الوحيد دلوقتي، بقى هو جزء أساسي من العلاج، بس هو لازم يبقى فيه علاج تكاملي. ما بيبقاش الاستئصال الجراحي هو العلاج الأساسي. يعني بالبلدي كده بناخد علاج كيماوي، علاج إشاعي، علاج هرموني، وبنستكمل بالعلاج الجراحي. ما عادش القصة بتاعت الأورام إن هو استئصال كلي. يعني زمان كنت تسمع ده عندها ورم في الثدي، خلاص الورم ده كله بنخش نستأصل الثدي كله. الكلام ده ما عادش موجود دلوقتي. كل الجراحات
مهما كانت بتتجه الى الجراحات التحفظيه اكتر او الجراحات الجزئيه. ما عادش فيه استئصال كلي للعضو اللي احنا بيحصل فيه الورم، بنحجمه بالعلاجات المساعده. يعني سرطان الثدي مثلا هنتكلم عليه، كله دلوقتي بقى علاج او استئصال جراحي تحفظي. ندي المريض علاج مبدئي، نحجم الورم، نصغر حجمه، نستأصل جزء صغير جدا من الثدي على قد ما نقدر بحدود امان معينه، ونرجع نكمل بعلاج تكاملي. طب انا لو عايز اتفائل واخد منك نسبة نسبة شفاء لعلاج بالذات في سرطان الثدي بتوصل لحد كام في المية؟ لا، ده في ناس بتوصل لحد 90 و100% دلوقتي، مم. مش هكدب عليك يعني، بس لما المريض يتبع التعليمات اللي بيمشي عليها بالظبط، او مم. العلاج يمشي بحذافيره زي ما بيقولوا. طيب انا لو بسمع عن جراحات الثدي التجميلية او التعويضية، مم. احنا محتاجين نفهم اكتر ايه اللي بيحصل في كده، وايه الحالات اللي ينفع وايه الحالات اللي ما ينفعش او كده. انا قلت لك من شويه دلوقتي كل العلاج الجراحي اللي موجود هو علاج استئصال جزئي، مش استئصال كلي. وكل الايرا اللي موجوده دلوقتي او وجدوا ان الاستئصال الكلي نفس الريزلت او نفس النتائج بتاع الاستئصال الجذري. فالاستئصال التحفظي ده بيشيل جزء معين ينفع تعويضه من حيث الشكل ومن حيث الوظيفه. في اي جزء، انا بتكلم على اي جزء مش اه الثدي بس. اه طب لو هنتكلم على الثدي، التعويض الامثل بيبقى عشان الشكل، مش هنضحك على بعض في القصه دي. مم. بيبقى عن طريق ايه؟ حاجتين: يا انسجه طبيعيه من جسم السيده نفسها، او انسجه صناعيه. الانسجه الطبيعيه دي بتبقى عضلات من اماكن معينه من الجسم، او ترقيع جلدي، او حاجه اسمها تاتوينج بنعملها لمنطقه الحلمه والنبل والحاجات دي، وبنكملها بترقيع جلد معاها. وبيبقى في حاجات تعويضيه صناعيه زي حشوات السيليكون. مم. دي الحاجات اللي بتعوض شكل نسيج الثدي اللي موجود، دي حاجة بقت موجودة موجوده ومتواجدة ومتعرف عليها. وعلى ماشي. حسب كل حاجه، يعني في حالات ما ينفعش فيها، في حالات ما ينفعش فيها بنضطر فيها اسفين للاستئصال الكلي. العين جه متاخر، نوع سرطان معين منتشر انتشار متقدم شويه في المكان نفسه، في جزء معين من الثدي ما بيبقاش واخد فوكال، او جزء واحد من الثدي واخد اكتر من مكان، فبنضطر اسفين لاستئصال الثدي كله. وبينفع فيها تعويض، بس ما بيبقاش زي التعويض التجميلي التاني. طب ليه في انتشار سواء الموضوع ده صح او غلط من رأي حضرتك طبيا، ان مريض السرطان حتى لو اتعالج ممكن يرجع له تاني بسهولة او يرد له تاني، او مثلا يقولوا ايه لا ده احنا محتاجين نعمل استئصال تماما للورم عشان ما يحصلش مشكلة تاني ويرجع يجيله الورم تاني؟ ده اللي انا قلت لك عليه من شويه. في علاج احنا بنمشيه وبلان احنا بنحطه للعين من اول ما نشوفه، من اول ما يخش لنا العياده بنشخصه، بنضمن المرحله بتاعت، بنعرف مرحله المريض ايه، وبنحط بلان للمريض معين. طيب، في بعض الانواع الاورام بتتغير في النص، شكلها بيتغير. في مريض ما بيستكملش علاجه، في مريض بيفوت جرعه ويسيب جرعه، في مريض الاستئصال ما بيبقاش استئصال كامل ليه في حدود الامان اللي احنا بنشيلها. فكل الاسباب دي بتحصل، بتزود نسبة ارتجاع المرض نفسه. غير ان العوامل ما بتروحش، يعني عيان رجع ياكل نفس الاكل اللي كان بياكله، عيان رجع ياخد الدواء اللي كان بيعمله او بيسبب او بيساعد السرطان انه يظهر. فالحاجات دي كلها بترجع، ينفع تساعد ان هو يرجع منها الايه؟ الورم نفسه. طب احنا يعني السؤال ده مهم برضو، لو احنا كنا اصلا مستأصلين خلية، ايه العامل الحافز اللي هيرجع الجين ما النقطة دي؟ راحش. الجين ما راحش، وده ملوش اي حاجة هتخليه يروح، في دي حاجة علاج اسمه جيناتيك. علاج موجه مم. حاليا، ده اللي هم مستكشفينه جديد، وده جزء من العلاج التكاملي اللي انا قلت لك عليه. مم. وانت قلت لي فيه استئصال ولا لا؟ في حاجات امراض حرفيا احنا بنديها العلاج الموجه ده بس، مم. بيسيطر على المرض ويحجمه بنسبه كبيره. لكن مشكله مريض السرطان زيه زي اي مرض مزمن، السكر، الضغط، بيستمر على العلاج طول عمره. مم. فمريض السرطان زيه زي الحاجات دي في ايه؟ في ان هو مريض مزمن، مرض مزمن بيكمل عليه بقيه حياته. طب ليه مثلا يقابلنا حد ولا حد من اهله ولا حد من قرايبه جاله المرض قبل كده وظهر عنده فجأة هو؟ مريض السرطان الجين اللي عنده ناقص بنسبه معينه، بيتعرض لعوامل معينه بتخلي الجين ده يظهره. التاني ما عندوش القصه دي خالص، مش موجود عنده. في حاجه اسمها فاميليال وانهيرتد ماشيه في عوائل كامله، اللي بيساعدها انها تظهر ايه؟ انا قلت لك العوامل دي كلها حاجات اسمها مم. انفايرومنتال. مم.
دي بتساعد الجين نفسه ان يظهر ممكن يكون نفسه. عندي بس انا ما حفزتوش. ما حفزتوش بالظبط كده. عظيم. طيب احنا من الحاجات اللي احنا قلناها برضو في وسط كلامنا ان سرطان القولون شيء منتشر قدامنا كتير يومين دول. عايزين اكيد انتشار ده له علاقة بحاجة في الاكل. المعيشة اللي احنا عايشينها. الاكل. الاكل ده ايه الاكل، اللي يخلينا؟ المكسبات الصناعيه، الشيبسي والكاراتيه اللي مليين كيميكالز وحاجات صناعيه من بره. فاست فود ده فيه كميه زيوت مهدرجه غير طبيعيه. انت لما تيجي تقرا في اي تكست بوك او اي ريسيرش معمول، اول حاجه مسببه لسرطانات القولون الدايت، نوع الاكل. فعلا. اه، نوع الاكل غير بطانه القولون من حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص. يعني انت بيجيلك عيان عنده 17 18 سنه، عنده عرض انت لا يمكن تشك فيه ان هو عنده سرطان. انا كنت بعمل حمام عادي، بدأت الطبيعة تتغير من شهرين 3 شهور، ان انا بعمل حمام مرة امساك مرة اسهال، مرة امساك مرة اسهال. تطلب له تحليل ومنظار قولوني، تكتشف انه عنده سرطان. شايف القصة في ايه؟ وبيتعالج على انه ايه؟ دور نزلة معوية عادية خالص، بس طولت معاه شوية. انا قلت لهم الدايت هو اللي هيودينا في ده. طب انا لو عايز اعرف اعراض سرطان القولون ايه؟ اول حاجة والناس كلها بتهملها العرض اللي انا قلت لك عليه ده، تغيير طبيعة الحمام. يبقى بيدخل مرة ان هو بيعمل مرة مرتين كل يوم، دلوقتي لا، طولت بقت كل 3 مرات. 3 مرات كل مرة كل 3 ايام. مرة يبقى فيه امساك، مرة يبقى فيه اسهال. بعد كده ممكن يجيله نزيف شرجي. دي تاني حاجة. يبتدي يخس من غير اي سبب، يبتدي يخش في امساك شديد. الحاجات دي كلها كده، انتفاخات في البطن على طول. فالناس لما بتهمل الحاجات دي، وخصوصا لما هي بتتكرر وتاخد لها علاج دوائي ما بتتحسنش، بتيجي في مراحل متأخرة قوي. طيب علامات رئيسية لسرطان الثدي؟ علامات رئيسية سرطان الثدي حاجات كتير، بس أول حاجة منها الرئيسي. الرئيسي كلكوعة تظهر في الثدي. شوية إفرازات، تغير في شكل الحلمة، تغير في شكل الجلد. كل ده كلكوعة تحت البطن نفسها، ما تبقاش في المكان المعتاد نفسه. ممكن في ناس ما بتجيش بالسرطان الثدي نفسه خالص، يعني بتيجي بعرض ان هو منتشر في جزء تاني، بس بتبقى مرحلة متقدمة، ما يبقاش عندها حاجة خالص غير شوية تكلسات بسيطة موجودة في الثدي، وتجيلك ببؤرة في الكبد، تجيلك في بؤرة في الرئة، يجيلك بشوية مية على الرئة، فتكتشف منها ان ده سرطان ثدي. طب تفتكر معايا حالة صعبة في الأورام عدت عليك انت اتعلمت منها حاجة؟ لسه من قيمة شهر او شهرين في العيد الكبير ده، صديق ليا كان انترن معايا متدرب في مصر في المستشفى اللي بروحها في القاهرة. ده سافر انجلترا بقاله 3 4 سنين، نزل اجازة من شهرين. والده كان عنده شوية عرض زي ما الأعراض اللي أنا قلت لك عليها دي، شوية تنزمس أو تغيير في طبيعة الحمام اللي بيعمله. قلت له لازم يعمل 1 2 3، فهو كبر دماغه، والده كبر دماغه. العيد الكبير قبل الوقفة بيومين 3 كلمني، أنا والدي اتحجز في المكان الفلاني وعنده كذا 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 كذا، وعملنا له أشعة مقطعية اكتشفنا إن عنده سرطان. دي حالة من الحالات الصعبة ليه؟ الراجل جاي في مرحلة متأخرة، سنه كبير، كان مهمل علاج القلب بتاعه. في وقت عيد، مش عايز اقول لك بقى انك تروح له من هنا تسافر له القاهرة وتدخله مستشفى وتدور له على رعاية، غير الحالة نفسها لما تيجي تشتغلها ان هي كمية التصاقات جوه وتغيير في النظام التشريحي نفسه بتاع البطن وبتاعة الأنسجة اللي انت متعود عليها. لا، دي حالة صعبة قوي. الحمد لله الراجل عدى كويس يعني، بس قعدنا فيه فوق ال6 ساعات على ما سلكنا ويعني وظبطنا النظام التشريحي بتاعه. بس بعد كده حصل له شوية مضاعفات بسبب ان هو اتأخر. لكن دي حالة من الحالات الصعبة واللي اتعلمته منها الصبر. دي حاجة من الحاجات اللي انا اتعلمتها في شغلي، الصبر. يعني حاجة من الحاجات، الصبر والهدوء مهما كان الموقف اللي انت موجود فيه. الصبر والهدوء، انت بتبقى في وسط حالة مثلا وبيحصل مشكلة، وخصوصا لما تحس ان انت كبير، رجلك تشيلك. اللي رجلك تشيلك دي حرفيا اكبر غلط ممكن اي جراح يفتكر نفسه فيه. تهدى كده على نفسك وتقف في جنب وتقول اشهد ان لا اله الا الله وتستعيذ والقصه بتعدي،
والله ربنا بيفتح لك ابواب ساعتها ما تعرفش بتفتح ازاي، بس لما تحس ان انت رجلك شالتك مهما كان صغر العمليه اللي بتعملها. انت كبير بس مهما كان صغر العمليه هي ليها ستيبس وامشي عليها. بس حرفيا الحاله الصغيره دي مش تتعك، يعني تعك دي كلمه بسيطه. لا انت بتفتح مش عارف انت هتلاقي ايه قدامك يعني. كيس دهني، هقول لك حاجه، هقول لك موقف من المواقف الغريبه قوي. في عيانه مره جات لي في مستشفى الطلبه، وكانت مشخصه ان هي عندها كيس دهني فين، في البطن هنا، في مكان في البطن هنا، ونوع من انواع ويعني كيس دهني، وانا خلاص دخلتها وبنج موضعي والدنيا تمام وبتاع. افتح الست واديتها البنج الموضعي، كيس دهني، كيس دهني. مش حوار، تقف نخلصه في 10 دقايق ونروح. اشد الكيس الدهني، الست تصوت، اشد الست تصوت، طلع فتق. طلع فتق من الانواع النادره جدا. دكتور التخدير كان روح، جبته من بيته. لا لا حطيت مكان زي ما انا واقف. ما ده بقى ربنا يلهمك ايه، الصبر والهدوء، تتصرف تصرف حسن في الموقف ده، ان انت تخرج من الموقف ده. كلمت دكتور التخدير وجبته، بعد اذنك هننيم العيانه كلني خالص واشتغلنا. طب كويس، احنا كان في حد تاني ممكن يقفل ويبدا لا من اول الخطوات تاني. تقف يعني تهدى خالص لحد ما الدنيا تهدى، وتجيب تتصرف التصرف الامثل في المواقف دي. ده تدابير ربنا بقى. في لمبه كده بتنور حرفيا في الوقت ده. انت ما بتتعبش من الشغلانه دي؟ ما تتعبش من اللي انت بتشوفه يعني، اللي انت بتواجهه كل يوم، والشغل ده يعني زي انت شغال اورام، يعني في دراما كتير، اورام وطوارئ وحوادث. ده احنا طوارئ وحوادث دي يعني ده دم، مش عايز اقول دراما. مش عايز اقول لك والله، انا في حالات بخشها بطلع كبران منها فوق ال10 وال 20 سنه. بقول يا ريت انا واطلع انا والعينين نطلع من الاوضه دي سلام، احنا الاثنين. اخترت التخصص ده انت ده اخترته بمزاجك؟ لا حبا الصراحه، حبا. وبعد اللي انت شفته حبا برضه. حبا في ان انا بحب اشوف نتيجه ايدي او شغلي. ده نجاحي انا، ان انا اشوف نتيجه ايدي في ان العيان يطلع مبسوط ومستريح. يعني ايه؟ يطلع يحس بنتيجه اللي انا عملته له، ان انا خدت فيه قرار صح. دي نجاحي انا، وده اللي انا بحس، ده اللي بيفرحني دلوقتي الصراحه، يعني مش هضحك عليك. الواحد كان في حاجات زمان كتير قوي بتفرحه، لكن ده حاليا في شغلي، ده ان انا اخد قرار صح واشخص العيان صح، والعمليه اللي بتعمل له صح، حصل فيها مضاعفات ما حصلش فيها مضاعفات، دي العمليه بتاعته يطلع فيها صح. اللي حببني في الشغلانه دي اتنين، مش هضحك عليك يعني، اتنين ساينتفك واتنين كلينيكال. الساينتفك اتنين اعتز بيهم جدا، انا بسميها امي التانية، دكتور عاطف فرغلي والله يرحمه، دكتور سمير كحلة. والاتنين الكلينيكال استاذ دكتور علاء السيسي، استاذنا كبير. مش هضحك عليك يعني. وربنا لما رحت اتعاقدت في المستشفى اللي رحت فيها في القاهرة دي، رزقني باستاذ في جراحة الاورام، حرفيا تبناني يعني. اسمه استاذ دكتور اشرف شوقي، ده استاذ جراحة راس ورقبة في معهد الاورام في القاهرة. الناس دي ليها فضل عليا، انا عمري ما هنساها، دولت علميا والناس التانية دي كلينيكيا او وظيفيا، اتعلمت منهم كتير قوي. دولت اللي تقلوني كده بالبلدي. ما شاء الله، الله يكرمك. الموضوع قلب بدراما قوي ده. انا عايز افتكر معاك موقف كوميدي عشان احنا فك جو شويه يعني. انا حاجه بقى تضحك يعني، حاجه بتحصل في الجراحه او في اوضه العمليات انت ما تنساهاش. بص، هو المواقف الكوميديه والحاجات اللي بتضحك دي على طول بتبقى ما بين التيم وهم شغالين، يعني بيهزروا عشان يفك الجو زي ما انت قلت كده. بس من اسبوعين بالظبط، ده حاجه ريسنت يعني. كنا شغالين في لسته في القاهره في المستشفى اللي بروحها اسمها البنك الاهلي دي، فجالنا عيان طوارئ، راجل محترم عنده حاجه و30 سنه، في اخر الثلاثينات، مضروب جرح طعني في نص بطنه هنا. مش القصه كده خالص، جايه معاه واحده بتصوت، مراته ضربته، هي اللي ضربه. وضربه عشان ايه بقى؟ احنا قعدنا نقرره طبعا، هو اتفتح يعني، اتعمل له عمليه استكشاف، والجرح الطعني ده واخد الفص الكبد فتحه نصين، فص الشمال اتفتح عشان ايه بقى؟ احنا قعدنا نقرره يمين شمال يمين شمال. عمل ايه غلط؟ ما هو مش عايز يقول. لا انا قلت لهم العين ده ما يخرجش الا لما اشوف عايز ايه. مش عايز يقول عشان ما تحبسش. كيس فانيليا كيس فانيليا جه في الاوردر، او ما جاش في الاوردر، هي بتعمل كيكه والكيكه اتحرقت. غلطان. لا وتشوفها بقى جايه تصوت وانا ما عملتلوش حاجه، ده دبيت سكينه في بطنه بس ما اعرفش ليه جاب دم. طب انا عايز افهم منك حاجه احنا كنا اتكلمنا فيها سوا واحنا بنعمل اعداد الحلقه، التايم اوت.
يعني ايه نفهم التايم اوت بالنسبه لعالم الجراحه؟ التايم اوت ده جزء من علم كبير قوي اسمه بيشنت سيفتي. يعني ايه بيشنت سيفتي؟ هم بره طبعا بيعملوا احصائيات على ان ايه الستبس او ايه الحاجات اللي اعملها بان انا اوصل المريض ان ما يحصلش فيه اي اخطاء طبية اثناء الجراحة او بعد الجراحة او قبلها من ناحية التشخيص لحد ما يخرج يروح بيته. طيب ايه التايم اوت ده؟ التايم اوت ده حاجة بنعملها ساعة ما المريض يخش العيان، يخش اوضه العمليات نفسها. طيب بنعملها ازاي؟ المريض اول ما بيدخل الإفاءة بناخد منه اسمه، سنه، عنده اي امراض مزمنة ولا لا، عنده حساسية لحاجة ولا لا، جاي يعمل عملية ايه، وايه الناحية اللي هيعملها فيها، ومين الدكتور اللي هيعملها له. ده بره في الإفاءة في مم. اوضه التحضير. مم. يخش جوه اوضه العمليات نفس القصة تتكرر تاني، بلس ان انا بعرفه بيا وهو بيعرفني بيه عشان احنا الاتنين نبقى عارفين بعض، مم. وبعرفه بدكتور التخدير، وبعرفه بالمساعدين بتوعي، وبعرفه بتكنيشن التخدير اللي واقف. وبرضه نفس الداتا اللي اتاخدت في الإفاءة بتتاخد منه اول ما بيصحى او قبل ما بيصحى. في حاجه اسمها سيركل نيرس، النيرس دي اللي بتلف على الثلاث اوض او الاربع اوض او الخمس اوض، بتشيك مع التخدير مع الدكتور الجراح اللي شغال ومع التمريض على الآلات اللي استخدمت، عدد الشاش اللي دخل واللي خرج، دم اللي اتاخد، انواع الادويه اللي اتاخدت. يعني يصحى يروح بيته زي الفل. ده بنتلافى بيه اخطاء طبيه كتير قوي ممكن تحصل. البروسيس دي بروسيس عظيمه، بس احنا ما نسمعش يعني ما نحسش بيها اصلا كمرضى او ما. بتتعمل هنا في مصر، بره ما بتعملش كده، بره بتعمل زي ما الكتاب بيقول. هنا في مصر بنعملها بالحب بالبركه كده. ازيك يا حاج احمد، انت جاي تعمل ايه، مم. اخبارك ايه، انت عارفني، ده مم. دكتور احمد دكتور التخدير، ودي مس حنان مس كذا. هي بتتعمل كده بالحب، بس لازم تتعمل لان احنا حرفيا بنتلافى بيها مشاكل لا حصر بيها. يعني عين جاي يعمل فتق ناحيه اليمين بتلاقيه اتفتح ناحيه الشمال، عين جاي يحط مسمار في رجله ناحيه اليمين. لا ده بيحصل، وبيحصل بره وبيحصل هنا، عشان بس تبقى عارف بيحصل بره زي ما بيحصل هنا بالظبط. فهم اكتشفوا القصه دي او عملوا احصائيات عليها عشان يتلافوا القصه دي. عظيم. احنا في وسط كلامنا بقى كنا بنتكلم من شويه عن الحوادث، احنا شغالين في الطوارئ نقابل حوادث. عايزك تحكي لي انتوا طبيعه شغلنا في الحوادث ايه كدكتور جراحه، يعني انا ممكن اواجه ايه واقابل ايه ودوري ايه في النبطشيه دي لو انا بنزلها. طيب الطب عموما في شقين، شق حاجه اسمها كولد وحاجه اسمها هوت، او حاجات اسمها الكتيف وحاجات اسمها امرجنسي، جراحات اختياريه وجراحات طوارئ وحوادث. الحاجات الاختياريه دي اللي بتجيلي في العياده، عيان فتق. انا هضرب لك مثال بسيط، عيان فتق جاي في العياده اتشخص على انه فتق، بسحب له تحاليله واعرضه تخدير واحضره عشان يعمل عمليته في اقرب وقت ممكن. طب العيان نفس العيان ده لو جه المستشفى بفتق مختنق بانسداد معوي، فدي حاله طوارئ. لو ما عملهاش، بدل ما هتبقى عمليه فتق هتبقى عمليه استكشاف واستئصال جزء من الامعاء وتوصيل. دي قصه الطوارئ بتاعه الجراحه. الحوادث بقى حوادث عربيات، اتوبيسات، الحروق، حوادث القطارات، كل دي كده. الجزء الاولاني بتاع الطوارئ ده يعني بيحتاج مهاره من دكتور الجراحه وستاند باي. انا النهارده رايح مهاره انا وستريس. قاعد النهارده مش عارف انا جاي ايه. انا لسه يعني احنا في العياده فعلا بنختار وبنحدد ميعاد ونحط لسته وننزل نعمل عمليه واحنا عارفين رايحين نعمل ايه. بس زي انا كدكتور انا قاعد مش عارف ايه اللي داخل من الباب، ولازم حالا ممكن يجي 2 عندهم حاجتين مختلفين وهيعملوا عمليه دلوقتي واخلص ده واروح لده. فدي اعتقد ان هي حاجه يعني مش سهله على دكتور جراحه يعني. مش سهله، وبتحط ضغط عصبي كبير قوي وعايزه خبره بقالها كتير. بص انا من 2008 لحد النهارده ما بين 2 و4 وجمعه عندي نبطشيه طوارئ. يبقى لك 6 سنين 6 سنين من 2008 في الدم اللي احنا 2008 لحد النهارده 2008. ده غير الحوادث بقى، الحوادث دي الحوادث يعني احنا بقى كمية بقى. انا عدى عليا احداث كتير قوي في موضوع الحوادث ده والكوارث والقصه دي. بشوف حاجات كتير قوي، من حروق لحوادث طرق لحاجات كتير. يعني ممكن يجي لي بال40 50 عيان في المستشفى اللي انا فيها في القاهره دي، لانها مستشفى في الاساس طوارئ. فممكن يجي لك حادثه كونتينر، جالنا مره مثلا كونتينر مقلوب على فرح ايه والله فوق ما انت تتخيل، وانت بقى وحظك. انا ولدت مره فيهم 6 لحقتها في الطوارئ تحت. كمان ولاده مالتي تاسك. والله ما هو ما فيش هناك تخصص نسا.
فعشان كده انت اللي موجود يعني تصرف. وجالي حادثه عمري في حياتي ما هنساها، ست صينيه متجوزه راجل مصري. ايه الغلط؟ الغلط ان الست دي كانت حامل، وغالبا الحمل كان غير شرعي، والست كان عندها نزيف في البطن بسبب تهتك الرحم، ومفيش تخصص نسا. فمين المسؤول؟ حضرتك. العبد لله. شلت ساعتها الرحم بالبيبي. القصة كلها في الطوارئ ان انت بتحاول تنقذ حياة المريض مهما كان. يعني البيبي والرحم ولا حياتها؟ لا، حياتها. هي دي الفكرة. ولازم يبقى قرار قرار سريع. انت عندك حاجة في الطوارئ دي اسمها جولدن اور. لحقت العيان او ما لحقتوش، شخصته من الاول صح او ما شخصتوش، عندك برايورتي برايمري وسكندري. البرايورتي اللي انت لازم تخش فيها حالا دلوقتي تلحق بيها حياته، الحاجات التانية تأجلها. يعني ما يجيش عيان عنده نزيف في البطن وعنده جرح تهتكي مثلا في جبهته او في راسه او في وشه، تقول لي هخيط الجرح في الطوارئ. لا، ننقذ النزيف وبعد كده بقى خيط اللي انت عايزه. دي فكرة الطوارئ عموما، يعني ان هي حاجة لازم تتدخل فيها حالا. دي اكتر حلقة دموية عملناها في البودكاست. بغض النظر عن الدمويات دي، بس انا انبسطت بالحلقة يعني. وانا انبسطت بيك. انا مبسوط. لا مبسوط دكتور محمد حلمي فعلا ان هو حد من الناس الشاطرين. وانا اعرف كمان ان انت بتتعامل مع تعاقدات والناس اللي عاملين بالجامعة وغيرهم من المرضى بتوعك. فانا والله يعني في منتهى السعادة بالحلقة دي، وانا مبسوط بيك وبكمية الدم اللي انت بتشتغل فيها دي. الله يعينك يعني. الله يخليك. تسلم. نورتنا في بودكاست الله يكرمك. وانتوا ناس محترمه قوي، والصراحه ليفل بروفيشنال انا ما شفتوش، مش هضحك عليك يعني. ربنا يخلي حضرتك. واحترام وادب وذوق وكل حاجه يعني. ربنا يخلي حضرتك. الله يكرمك. كنا معاكم في بودكاست في العياده. استنونا في الحلقات اللي جايه، هيكون عندنا دكاتره اكتر وتخصصات جديده ودم اكتر. سلام.